في نوع من الألم محدش بيكون شايفه ولا حد بيسمع صوته. ألم بيستخبى ورا ضحكة هادية أو كلمة أنا كويس. بس الحقيقة إن مش كل اللي ساكت بيكون مرتاح، ولا حتى كل اللي بيضحك بيكون سعيد. عارفين، احنا تعودنا نخبي الوجع علشان ما نبانش ضعف قدام الناس، وتعلمنا نكتم، تعلمنا نعدي، تعلمنا نقول عادي، تعلمنا نقول الحمد لله أنا بخير. في نوع من الألم محدش بيكون شايفه، زي ما كمان دموع بتكون محبوسة، وفي إحساس محدش بيكون فاهمه، ودي كتير أوي في حياتنا. أصعب شعور إنك تبقى محتاج تتكلم بس مش لاقي حد يسمعك، أو ممكن تتكلم وتلاقي اللي يسمعك لكن مش بيفهمك، وكمان مش بيسمعك علشان يرد، لكن يسمعك علشان كمان انت محتاجه انه يحس بيك. ويمكن علشان كده بقينا نسكت كتير ونضحك عشان نهرب من نفسنا ونهرب من الوجع اللي جوانا. بس الحقيقة اللي لازم كلنا نعرفها ان ربنا شايف ان كل ده متشلنا في وقت جاي، شايف الوجع اللي مستخبي، وسامع الكلام اللي متقالش، وحتى الدمعة اللي ما نزلتش. مفيش واحدة منهم هتروح هدر. يمكن انت مش ضعيف، او يمكن انت بس عشان تعبت قوي، ويمكن مش محتاج تمثل القوة دي قدام حد قد ما صدقني انت محتاج حد يحتويك ويفهمك، او حتى حد يحتوي نفسك. ولو محدش سأل عليك، اسأل انت على نفسك. ولو محدش فهمك، حاول انت تفهم نفسك. وصدقني اللي جواك هيهدى، بس لما تبطل تهرب منه. عارفين، اكتر الناس بيكونوا موجوعين من جواهم هم اكتر الناس اللي بتكون هادية. هدوءهم بيريحهم من قلة الكلام اللي ما بيتفهمش، علشان كل الوجع اللي جواك مش هيفضل زي ما هو. كل لحظة صمت تعبت فيها، وكل دمعة نزلت ومحدش حس بيها، كانت بتقربك من نسخة أقوى منك. حتى لو انت مش شايف ده دلوقتي، يمكن اتأخرت الراحة عليك شوية، بس عمرها ما هتضيع. يمكن قلبك اتوجع كتير، بس لسه في مكان للنور جاي. ما تقفلش قلبك وما تقساش على نفسك. ادي لنفسك فرصة تهدى، وفرصة كمان تتعافى من الوجع اللي انت فيه، وفرصة تبدأ من جديد حتى لو من غير سبب واضح. وافتكر دايما ان ربنا بيجبر الخاطر، حتى لو الجبر جه متأخر. لكن صدقني هيجي في الوقت الصح ومع الناس الصح، وبطريقة كمان هتناسب كل اللي فات، وهيعوضك الخير كله. علشان كل حاجة بتمر في حياتنا من وجع، من انكسار، من خذلان، كل ده ليه حكمة من ربنا سبحانه وتعالى. وكل مرة اتكسرت فيها وسكت، وكل مرة حتى ضحكت فيها وانت من جواك موجوع، كانت بتشكلك من جديد، وكانت كمان بتعلمك درس من جديد، كانت بتقربك لنسخة جميلة منك، كانت أصدق وأقوى. على فكرة انت مش ضعيف، انت بس استحملت كتير، واستنزفت طاقتك مع ناس كتير ما تستاهلش، وسكت اكتر ما كنت محتاج تتكلم. بس صدقني مفيش وجع بيدوم، ومفيش قلب بيتكسر الا وربنا قادر يجبره. جبر يخليك تنسى كأنك ما اتوجعتش قبل كده خالص. عايزة اقولك حاجة، لو الدنيا تقيلة عليك، اهدى اهدى وما تستسلمش لوجعك. سيبه، صدقني سيبه هيعدي، بس ما تخلوش يكسرك. خليه يقويك ويعرفك ان اللي جاي افضل واحسن. وافتكر الكلام ده انه مش مجرد كلام انا بسجله، افتكر انه رسالة ليك تقويك وتطمنك، ولمسة روح مني ليك بتقولك اللي جاي احسن ان شاء الله.